الأسمدة الأزوتية بالسخنة مصنع تقيل يرفع راية الصناعة المصرية. يعتبر مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة واحد من أهم المشروعات الصناعية اللي اتنفذت في مصر في مجال الصناعات الكيماوية. المجمع اللي بيقع على مساحة حوالي 285 فدان وبيتبع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، بقى دلوقتي من أكبر الصروح اللي بتدعم إنتاج الأسمدة في السوق المحلي وكمان في التصدير بره. المجمع بيضم 6 مصانع كبيرة، كل واحد فيهم ليه دور مهم في إنتاج المواد الأساسية لصناعة الأسمدة. عندنا مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة 1200 طن يوميا، واتنين لإنتاج اليوريا السائلة والمحببة بطاقة 900 طن يوميا لكل مصنع. كمان في مصنع لإنتاج حمض النيتريك بطاقة 500 طن يوميا، ومصنع لنترات النشادر السائلة بطاقة 650 طن يوميا، بالإضافة لمصنع نترات النشادر الجيرية بطاقة 900 طن يوميا، واللي بيطرح لأول مرة في السوق المصرية. ومش بس إنتاج، المجمع كمان مجهز بمحطة متطورة لتحلية مياه البحر بطاقة 16,000 متر مكعب يوميا، غير مجمع ضخم لتخزين سماد النترات الجيرية جوه المنطقة اللوجستية لميناء العين السخنة، ودي بيدي دفعة قوية لقدرات النقل والتصدير. وأثناء مرحلة الإنشاء المشروع وفر حوالي 20,000 فرصة عمل، ولما دخل التشغيل وفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة و6000 غير مباشرة، ودي بيوضح قد إيه المشروع ليه تأثير تنموي واقتصادي كبير. الميزة الأهم إن المجمع شغال بمنظومة حديثة لترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات، بيعتمد بالكامل على التوربينات البخارية من غير ما يستخدم كهرباء من الشبكة القومية، وكمان بيعاد استخدام 82 طن بخار في الساعة داخل عمليات التصنيع، ودي ساعد على تقليل البصمة الكربونية بنسبة وصلت ل 15%. غير كده تم تطوير محطة معالجة الصرف الصناعي وتحسين أبراج التبريد وتركيب أحدث أجهزة مراقبة الانبعاثات، بالإضافة لإنشاء مساحات خضراء كبيرة لتحسين البيئة المحيطة. المجمع بشكل عام إضافة استراتيجية كبيرة للاقتصاد المصري، بيدعم الأمن الغذائي عن طريق توفير احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة، وكمان بيعزز الصادرات وبالتالي موارد النقد الأجنبي. ومع الطلب العالمي اللي بيزيد على الغذاء، أهمية المشروعات دي بتزيد لأنها بتخدم التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة في مصر.